قرار خطير وجهاز جديد وغير معتاد لمكافحة الهجرة الغير الشرعية ومطاردة الأجانب بدون أوراق لترحيلهم. حذاري حذاري إخواني أخواتي، مصلحة الضرائب والمديرية العامة لوزارة المالية بفرنسا يحذران المواطنين والذين يسكنون بفرنسا من هذه الطريقة للاحتيال والسرقة للمعلومات البنكية. لكم التفاصيل. بعد الزواج في انتظار بطاقة إقامة إن كارت دو سيجور، يفاجأ شاب أجنبي بقرار الترحيل لوكيتيف. لماذا؟ كل هذه المستجدات والعناوين إخواني أخواتي أوضحها لكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، إدارة لا بريفكتور لمدينة باريس حذرت من طريقة جديدة للتحايل والسرقة اكتشفتها مؤخرا، وذهب ضحيتها الآلاف أو عشرات الآلاف من الضحايا. فهؤلاء المحتالون كل مرة يخترعون طريقة جديدة للسرقة والاحتيال. فهذه المرة الطريقة هي أن المحتالين يرسلون رسالة إلكترونية للضحية، يعني أميل، على أن الرسالة من لو تريزور بيبليك، الخزينة العامة، وبأن الضحية طبعا قامت بتحايل أو عمليات غش، يعني فرود فيسكال، في تصريحها للدخل السنوي. وحسب إدارة لا بريفكتور أن محتوى الرسالة يقترب من الإتقان، سواء محتوى الرسالة ولوغو لوزارة المالية وخزينة الدولة لو تريزور بيبليك، وحتى طريقة الإمضاء لهذه الرسالة وجناح الخدمة التي تتكفل بالتسديد وكل ما تحتويه الصفحة والرسالة لمحاولة جعلها ذات مصداقية. فالهدف من هذه الرسالة هو سرقة المعلومات البنكية للضحية، حيث أن في هذه الرسالة إخواني أخواتي المحتالون يطلبون من الضحية تسديد ما عليها بسبب لا فرود فيسكال أو عملية الغش التي قامت بها. طبعا هي غير صحيحة وغير موجودة، وطبعا يطلب المحتالون من الضحية تسديد هذه العقوبة طبعا في ظرف 48 ساعة أو 72 ساعة على الأكثر، وفي حالة عدم احترام ذلك عقوبات جديدة وعقوبات عدلية قد تخضع لها الضحية. والقيمة المالية المطلوبة في غالب الأحيان تتعدى 1000 أورو إخواني أخواتي. والمحتالون يطلبون من الضحية في هذه الرسالة الاتصال بعنوان إلكتروني في الصفحة كأنه لإدارة الضرائب، يعني l'administration des impôts، ويطلب من الضحية مثلا إرسال لو ريب لو ريلفي ديدونتيتي بانكير في هذا العنوان الذي هو غير صحيح. طبعا تفاصيل الحساب البنكي بالعربية لتسديد ذلك. فإخواني أخواتي، هناك علامات لمعرفة أن الرسالة لمحتالين هي أن الرسالة ليس فيها مثلا الرقم الضريبي للشخص، يعني لو كونت بيرسونيل دو لا بيرسون، وكأن الرسالة للعامة، لعامة الناس، وليس شخصية، يعني مرسلة لشخص ما. فهي إن صح التعبير لاصطياد أكبر عدد ممكن من الضحايا. وفي نفس الوقت إخواني أخواتي، المديرية العامة للمالية لوزارة المالية أكدت أنها في حالة القيام بمراجعة ضريبية حقيقية، وفي حالة أنها اكتشفت عمليات تحايل وغش، الإدارة ترسل رسالة عبر البريد، طبعا رسالة مضمونة لعنوان الشخص، يعني une lettre recommandée وليس رسالة إلكترونية. فإخواني أخواتي، إن توصلتم بهذا النوع من الرسائل فلا يجب الإجابة عليها، وفي حالة أن هناك شك يمكن الذهاب لمصلحة الضرائب أو الاتصال بها لمعرفة حقيقة الرسالة، أو فقط محاولة الدخول على المنصة الخاصة في المنصة الإلكترونية ampo.gouv لمعرفة هل الرسالة حقا هي لمصلحة الضرائب أو الخزينة العامة، أو هي فقط لمحتالين، يعني il vient de la part du centre d'impôt ou trésor public.
إخواني أخواتي، خبر آخر: بلجيكا هي الأخرى تحاول التجديد في سياستها للهجرة، فهي قد قامت بما لم تقم به فرنسا. فالسلطات البلجيكية، أو بالأحرى البرلمان البلجيكي، صادق على قانون جديد يسمح للوكالة الأوروبية فرونتكس. فهذه الوكالة إخواني أخواتي هي كالشرطة الأوروبية، تتواجد خاصة بالحدود الخارجية للدول الأوروبية مثل إسبانيا، إيطاليا، وكل الدول الأوروبية التي لها حدود مع الدول الأجنبية. مهمة هذه الشرطة فرونتكس هي مراقبة الحدود الخارجية لأوروبا والحد ومكافحة الهجرة الغير الشرعية إلى أوروبا، لكنها لا تتواجد داخل الدول الأوروبية، فمهمتها تبقى لحد الآن على الحدود الخارجية كما قلت للدول الأوروبية. فبلجيكا فعلتها، سمحت وأعطت الضوء الأخضر لشرطة فرونتكس بمراقبة حدودها مع جاراتها، يعني مع فرنسا وهولندا وألمانيا، وأيضا مراقبة محطات القطار ببلجيكا والموانئ ببلجيكا، وأيضا المطارات للحد ومكافحة الهجرة الغير الشرعية. وأيضا يمكن لشرطة فرونتكس ترحيل كل الأجانب بدون أوراق ببلجيكا، وبهذا ستعطي فرونتكس أو شرطة فرونتكس يد المساعدة للشرطة البلجيكية، لأن الشرطة البلجيكية حسب تصويت البرلمان أنها مغلوبة على أمرها وليس لها الأجهزة والموارد البشرية الكافية لذلك. فبعد هذا التصويت، الجمعيات المساعدة للأجانب عبرت عن تخوفها وقلقها وانتقدت هذا التصويت حسب الجمعيات أمام هذا الغموض الذي يحيط بهذا القرار وهذا التصويت وكيفية تنفيذ هذا القرار على الواقع. فحسب السلطات البلجيكية أن في أول الأمر ستستعين فقط ب100 شرطي لوكالة فرونتكس لترحيل كل الأجانب الغير مرغوب فيهم. فحسب دائما المختصون في القانون والجمعيات أن شرطة فرونتكس ليس لها خبرة داخل الدول، لأن عملها كان دائما على الحدود الخارجية للدول الأوروبية منذ تأسيسها سنة 2004، وبأن سلامة الأجانب بدون أوراق في حالة القبض عليهم ليست مضمونة قانونيا. فلحد الآن إخواني أخواتي، عند القبض على أي أجنبي بدون أوراق، شرطة فرونتكس يجب عليها قبل فعل أي شيء استدعاء الشرطة البلجيكية. فوزيرة الداخلية البلجيكية ردا على هذه التخوفات وهذه الانتقادات للجمعيات والمختصون في القانون أكدت أن حقوق الأجانب ستحترم بفضل الشرطة البلجيكية، وللموضوع بقية. ودائما مع سياسة الهجرة بفرنسا، فهذه القصة إخواني أخواتي هي واقعية ووقعت لشاب عمره 32 سنة أصله مغاربي، تزوج من فرنسية. بعدما طبعا عقد زواجه قدم طلب الإقامة في إدارة البريفكتور، بينما هو ينتظر بطاقة الإقامة لا كارت دو سيجور تفاجأ بقرار الترحيل لو QTF، مع أن زواجه حقيقي وليس هناك أي شكوك. فمعاناة هذا الأجنبي بدأت في شهر فبراير 2022 عندما رفضت إدارة لا بريفكتور تقديم له بطاقة الإقامة، وتم قرار ترحيله إلى بلده. بعدها الشاب قام بطعن طبعا إلى في ان ركور في حكم الطرد في المحكمة الإدارية بمدينة نيم، وبعدها أيضا في محكمة الاستئناف لا كور دابيل بمدينة تولوز قام أيضا بطعن، لأن المحكمة الإدارية بمدينة نيم قررت نفس قرار لو بريفي. لكن كلما قدم هذا الشاب طعن باء بالفشل. وفي 7 ماي من هذا الشهر محكمة الاستئناف بمدينة تولوز لم تكتفي بالرفض، بل شككت في زواج
هذا الشاب مع الفرنسية، مع أن الشاب دخل إخواني أخواتي بطريقة قانونية إلى فرنسا، يعني بتأشيرة سياحية. لكن المحكمة بررت الرفض بأن ليس هناك أدلة وإثباتات على علاقة الشاب بزوجته قبل عقد الزواج، وهذا هو الذي عزز قرار الترحيل حسب حكم المحكمة. زيد على ذلك إخواني أخواتي أن الشاب إقامته بفرنسا مدتها ليست كبيرة قبل زواجه، وهذا حسب المحكمة مؤشر لارتباط محدود للشاب بفرنسا، يعني ليس له ارتباط كبير بفرنسا، لأن مدة إقامته بفرنسا ليست كبيرة، يعني كانت المدة جد صغيرة. فالزواج بأجنبي بدون أوراق مع فرنسية إخواني أخواتي، أو العكس، يعني أجنبية زواجها بفرنسي، أصبح موضوع شك وشكوك. وبسبب قانون الهجرة الجديد بفرنسا أصبح رئيس البلدية لو مير الآن ملزم بالقيام يعني بتحريات على أي أجنبي بدون أوراق في حالة تقديمه ملف زواج في البلدية لمعرفة هل الزواج نيته خالصة للزواج أو للحصول على بطاقة الإقامة فقط. لكن هذه التحريات في بعض الأحيان وللأسف، وهذه اليقظة الزائدة على حدها، قد تكون مصدر ظلم. والزواج المختلط في هذه الحالات يحكم عليه بالإعدام بدون أدلة ولا إثباتات حسب ميول رئيس البلدية السياسي طبعا. فإن كان ميوله يساري فطبعا التحريات تكون يعني نوعا ما سهلة. أما إذا كان ميول رئيس البلدية يميني أو يميني متطرف، فهنا الأمر يختلف، ويصبح هذا الزواج أو هذا عقد الزواج مصدر شكوك، وطبعا يكون هناك ظلم للزوجين. بهذا الخبر إخواني أخواتي أكتفي، أتمنى أنكم استفدتم. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم أخوكم عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.